السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة وصفات حياة. كنتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا معكم واحد الغديوية سهلة وكتجي بنينة وغزالة. نحضر معكم الحوت معمر. كم عندي خليكم معايا في طريقة التحضير والمقادير وبقى معايا حتى الاخر. كيف كتشوفوا معايا عندي هنايا الكراميل المعمر بالشعرية الصينية. نبداو في المقادير ديريكت. عندي هنايا بصيله مشلضه، عندي هنايا الكرامه مقطع طريفات صغار اللي كيكونوا في القلب ديك الشرائط الكراميل كنقطعهم طريفات صغار. وعندي هنا العطريه انا غنذكرها معكم فاش نكون كنشحر في المقله. عندي هنايا العطريه د الحوت، الكيمون، السكينجبير، الخرقوم والكمون والملح حسب الذوق والحوت منقيين. وعندي هنا الشعريه الصينيه سلقتها في الماء، خليتها ترطب في الماء سخونين ومن بعد كوزتها في الهشوار او قطعوها طريفات صغار. صافي كنجيب واحد المقيله وكنبدا نشحر فيها. كيف قلت لكم عندي هنا بصله كبيره او جوج صغيورين، وكنضيف عليها ديك الكراميل مقطع طريفات صغار باش كيعطي لها اللوغو د الحوت. صافي وكنضيف عليها المعدنوس والقزبور، كانوا عندي في المجمد عليها كيبان لكم هيدا البنات. وكنضيف الشعريه الصينيه اللي سبق لي سلقتها في الماء طايبين وخليتها حتى رطبت مزيان وطحنتها شتيتو. عندي هنا معلقه صغيره سكينجبير، معلقه د الكيمون، معلقه د العطريه د الحوت والخرقوم. وعندي هنا شويه د الزريعه القزبور يابسه كتجي مع مزيونه كتعجبني نعملها في الحشوات. وعندي هنا معلقه كبيره ديال الصوجه. ويمكن لكم البنات تضيفوا الكورنيش عفوا والليمون مصير كيعطيهم واحد، والملح حسب الذوق كيعطيهم واحد مذاق غزال. انا متوفرين شي عندي وحضرت الغداء بلا بهم حتى هذا كيجي مزيون الصراحه. قلت نشاركو معكم علاش لا. الا توفروا لكم كتضيفوا للحشوه كتجي غزاله. والزيتون مقطع، انا وليداتي ما كيبغيوش الزيتون ما كنضيفوا لها شي. صافي هيدا الحشوه ديالنا وجدت كنشحروها مزيان. ديك العطريه في ديك الشعريه الصينيه حتى كتدخلوا مع ديك الحوت والبصل وكتجي على هاد الشكل. دابا غنجيبوا الحوت ديالنا كيف كتشوفوا معايا منقيين ومغسولين. انا نبدل المغروفه هذيك كبيره كتجيني ما كتدخليش الشعريه لداخل مزيان، بدلت المغروفه صغيره صافي باش غنبقى نعمر بها الحشوه بحال هادشي اللي كتشوفوا. كندكن معها هيدا باش كتجي معمره ومزيونه. وكنستمر بالتعمير ديال الحوت اللي عندي. والحوت كيبقى على حسب اشخاص اللي عندكم شحال متوفر. انا غير شاركت معكم الطريقه وصافي. عفوا. صافي وكنستمر بنفس الطريقه كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. كيف كيجيو على هذا الشكل هذا. ونعمر معكم وحده اخرى. صافي انا بعد ما عمرتهم كاملين الحوت باربعه غنجيب واحد الخيط والابره وغادي نخيط لهم الفم ديالهم باش ما كتخرجش الحشوه ملي كنطيبهم. اولا تقدروا تعدلوا لهم باليو، انا كنفضل هاد الطريقه احسن من باليو يقدر تخرج الحشوه. صافي وكنخيط لهم هيدا كنجمع لهم فمهم، نجمع لهم فمهم كاملين. صافي كيف كتشوفني زولت الحوت وغسلت المقله وغنرجع نستفهم فيها في نفس المقيله. غنستف فيها الحوت وغنعمل لهم قطيره ديال الزيت، قطيره زيت المائده ونعدلهم فوق البوطه يتشحروا شتيتو في الزيت. تخليوهمشي بزاف البنات في الزيت، شويه زيت عفوا شويه زيت البلديه. تخليوهمشي بزاف في الزيت ما كيتجمعوا غير شويه تلقوا ديك الريحه ديال الحوت. ومن بعد غنضيف لهم الصلصه د مطيشه عندي مطحونه معاها جوج الفصوص الثوم والبصيله صغيره طحنتهم مع بعضياتهم. تقدروا تشحروا البصيله عاد تضيفوا فيها الحوت، انا كنطحنها هذا كتجيني سهله وكتجي مزيونه. صافي عملت شويه ديال الكيمون، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره البابريكا، نفس العطريه البنات اللي العطريه د الحوت حتى هي نفس العطريه اللي عملت في الحشوه كنضيفها في الصلصه.
غنخلي لكم المقادير مكتوبين في اسفل الفيديو، اللي ما سمعش الطريقه مزيان نخلي لكم مقادير مضبوطه في اسفل الفيديو. كنضيف لها الربيع، شويه ديال المعدنوس والقزبور، غير شويه حتى ضيفتها في الحشوه، وكنحرك هاد الترموله مزيان في الحوت ونخليهم يتقلاو. نجيب واحد المغروفه ونخرجهم مزيان باش كتدخل فيهم ديك الترموله، ونغطي عليهم ونخليهم يطيبوا في العافيه مهيله. ما كنضيفوا لهم لا ملح حتى حاجه. من بعد كيف كتشوفوا معايا هنا في الفيديو جبدتهم عملتهم في واحد لاطه صغيره ودهنتهم ودخلتهم للفران يتقلاو على هذا الشكل هذا، كيعطيو هاد التحميره مزيونه. وكنجيب الطبق التقديم اللي غنقدمهم فيه، والطريقه كتبقى اختياري، تقدروا تخليوها في نفس البلان اللي طيبتو، تقدروا تزينوها بهذه الطريقه. وبالنسبه للشعريه التعميره اللي شطت لي والصلصه عندي ها هي دا، كنجوزها نعمرها في الجناب، في الطويصات في الجناب. كتبقى هذه الطريقه اختياريه كيف قلت لكم، تقدروا تقدموهم كما بغيتوا. انا شاركت معهم هذه الطريقه. والشعريه الصينيه الحشوه اللي شطت لي عملتها بهذه الطريقه في الجناب. وانتم كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تخليهم في نفس البلا، كيجيو مزيونين هاد الحوت البنات، كيجيو غزلان. ثقوني معايا، حتى ديك الصلصه كتجي فنه فيها ريحه الحوت غزاله. والشعريه الصينيه حتى هي بالريحه د الحوت، كيجي هاد البلا غزال كيحمق البنات، وما فيه شي تماره ما فيه والو، يعني كامل ومتكامل. الغدا خفيف وظريف. والحجم عفوا المقادير كيبقاو بالنسبه الكميه كتبقى على حسب العدد الافراد اللي موجودين في الدار. صافي، وديك الصلصه اللي عندي غنجوزها عليهم على الحوت بحال هيدا. صافي، وغنرشو غير بشويه ديال المعدنوس. كيف قلت لكم البنات، عندي في المجمد فوقاش يكون عندكم الطري كيجي مزيون احسن من المجمد، ولكن ما كيكونش متوفر دائما. في المجمد كيكون دائما. صافي، هذا هو البلا ديالنا كيجي على هذا الشكل. كنتمنى يعجبكم الطريقه اللي حضرت معكم الحوت. وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك، وبارطاجيو مع الحباب والصحاب، وشي تعليق زويون فحالكم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. وكنتمنى لكم